ما تروحش المتحف المصري الكبير. انا رحت وبقول لك ما تروحش بجد، مش هتستحمل اللي هتشوفه. اول ما دخلت لقيت تمثال رمسيس الثاني 11 متر في السماء و83 طن. ما تروحش لو مش مستعد تسمع التاريخ بصوت احمد حلمي. انا اتصدمت زيكم كده. نضاره بتلبسها بتشرح لك كل حاجه هناك بصوت احمد حلمي من غير ورق ولا مرشد ولا مجهود. ما تروحش لو مش مستوعب ان بلدك عملت اكبر متحف في العالم، نص مليون متر مربع. الموضوع مش موضوع مساحه، الموضوع موضوع الفرش اللي هيتفرش بالمساحه دي. ده المتحف الوحيد اللي كل اثاره مش مسروقه. نص مليون متر مربع. اللي جوه ده من ارضنا، اللي جوه ده من حضارتنا، ومش محتاجين نستلف مجد من حد تاني. لو دوله عملت نص مليون متر مربع متحف مش هتلاقي اثار وحضارات تفرشهم فيها، واحنا عندنا بزياده. ما تروحش المتحف لا صيف ولا شتاء، عشان لما رحت ما لقيتش تكييف واحد. ده اول متحف اخضر متصمم بالكامل، متصمم عشان يحافظ على الاثار من الرطوبه والهواء والعوامل البيئيه. ما تروحش المتحف لو مش جاهز تشوف اغلى قطعه اثريه في العالم لا تقدر بثمن. قناع توت عنخ امون اغلى قطعه اثريه على وجه الارض، 11 كيلو ذهب صافي، احجاره نادره وصناعه متقنه فوق ال 120%. ده غير 5000 كنز تبع المقبره. ما تروحش المتحف لو مش مستوعب ان بلدك امان واستضافت فوق ال 79 وفد رسمي من حول العالم. الجيزه امان الامان. ما تروحش لو ما شفتش الافتتاح وسط التواشيح والترانيم في وقت واحد. ما تروحش لو ما شفتش العرض النوبي وظهور مجدي يعقوب في نفس الكادر. حركه دي 10 من 10. لازم تكون عارف عظمه اللي عندك في بلدك، وان ده مش مجرد متحف، ده الهرم الرابع حرفيا. ولو مش هتعرف تحس ان اللي بيحصل كل يوم بيشرفك كمصري